مشاهدينا ننتقل إلى هذا الخبر، حيث صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال رصد ومتابعة ما ينشر من رسائل التحريض والكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تمكنت في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان من القبض على 2 من المقيمين، إحداهما تشادي سبق إبعاده وعاد بجواز دولة أخرى، والآخر يمني ممن جندوا أنفسهم لخدمة الفكر الضال. وقد اتضح من مضبوطاتهم والتي شملت أجهزة حواسيب ووسائط إلكترونية وهواتف محمولة أثبتت تواصلهم مع الفئة الضالة في الخارج، إما عن طريق أبردة إلكترونية مشفرة أو من خلال معرفات عبر شبكة التواصل الاجتماعي مثل أبو الفداء حسبوي، معاوية المدني، رصاصة في قصاصة، أبو الفداء الدوقلي، وذلك لتبادل المعلومات حول عمليات انتحارية وشيكة في المنطقة. كما ظهر من إفاداتهم الأولية ما يؤيد ذلك، ولا يزال التحقيق مستمرا معهم وسوف تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية. الآن مباشرة معي عبر الهاتف خالد المطرفي مدير مكتب العربية في السعودية. أهلا بك خالد معنا في هذه النشرة، هل تكشفت أي تفاصيل جديدة حول هذا التحقيق؟ أهلا، مساء الخير، كل عام والمسلمين بخير. طبعا التشادي الذي أبعد ودخل بجواز السفر كان جوازه سودانيا. طبعا المعلومات الأولية التي حصلنا عليها أن هؤلاء لهم ارتباط وثيق بالشبكة التي كانت تخطط لاستهداف المصالح الغربية في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة، المصالح الغربية، وهي ساعدت في الكشف عن هذا المخطط، وهي أيضا على اتصال مباشر بالشبكة الأم في اليمن الذي هو تنظيم القاعدة. طبعا هذه المعلومات هي الأولية، وتم القبض عليهم والتحفظ عليهم في تقريبا 23 رمضان في العشر الأواخر في منطقة القصيم وفي منطقة الرياض. طبعا هذه هي المعلومات الأولية التي وصلت وحصلنا عليها، وهناك استكمال لهذه المعلومات من خلال التحقيقات التي تجرى مع هذين الشخصين. طب يعني تم كشف ذلك من خلال رسائل وصفت بأنها رسائل تحريضية وتبث الكراهية، ما طبيعة هذه الرسائل؟ ما الذي كان ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالد؟ ليس لدي معلومات، لكن واضح جدا أن مراكز التواصل الاجتماعي أو الانترنت هو مرصود بشكل كبير جدا، وأيضا ملاحق بعض الشخصيات الوهمية التي تبث مثل هذه الرسائل عبر الانترنت. وهناك يعني طرق معينة لدى الأجهزة الأمنية في كشف هذه الأمور من خلال أجهزة محددة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق مراكز التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر. ليس لدي معلومات عن ماهية الرسائل هذه، ولكن بالطبع سيكشف في الأيام القادمة إذا كان هناك ارتباطات أخرى لبعض الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو لا. عبر الهاتف خالد المطرفي مدير مكتب العربية في السعودية، شكرا جزيلا لك.